صباح الخير أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. جاني طلب خاص إنه أعمل هذه الأكلة اللي هي البامية. طبعا المكونات اللي راح أحتاجها هي لحمة خروف، طبعا أكيد يكون طعمها أطيب، ولية خروف أو دهنة يسموها، وعندي الثوم. طبعا إذا في ناس ما تحب طعم الثوم فيك تستغني عنه وتستخدمي البصل. طبعا البامية أكيد، والملح ودبس الفلفلة. عفوا، إذا ما كان عندك دبس فلفلة تستخدم الفلفل العادية الحارة. وعندنا عصير الطماطم أو معجون الطماطم. طبعا بالأول راح أسلق اللحم لأن يحتاج وقت بالطبخ. طبعا مثل ما تلاحظون خليت هون اللي قطعتها مكعبات، طبعا ما استخدمت كل اللي نصها، قطعتها مكعبات وخلي الزيت الدهنة تبع كاملتها. طبعا هون عندي اللحم استوت، وعندي هون الثوم قطعته إلى بهذا الشكل. طبعا مثل ما حكيت إذا ما تحبين الثوم فيك تستخدمي بصلة واحدة. نترك اللية إلى أن يزيد الدهنة كاملة ونكمل. طبعا مثل ما تلاحظون كيف زدت اللية الدهنة تبعتها، شوفوا ما شاء الله كيف صار. طبعا البامية أنا كنت قطعتها وغسلتها ونظفتها وشلت الراس تبعها، يعني بحيث أصبح شكله بهذا الشكل. شوفوا من الجهتين، وغسلته نظيف وجاهز الآن. طبعا الآن راح أحط الثوم، أخلي ثوم وأقليه. طبعا خلي تكون النار هادية عشان ما يحترق، وأقلب. الريحة ما شاء الله كثير طيبة. طبعا بس مجرد أن ياخذ شوية لون ذهبي. الآن راح أرجع اللحمة. طبعا اللحمة إذا عفوا مستعجلة فيك تستخدمي قدر الضغط ب20 دقيقة تستوي، يعني حتى ممكن تخليه على نص السواء وتكمل هون. طبعا الآن راح أخلي البامية. أخليه على النار شوي، أخليه شوي ماء، بعدين أخلي العصير الطماطم. مثل ما تعرفون إنه البامية المجمدة هي أصلا يعني تقريبا نصف مطبوخة، فما نحتاج نحط كثير يعني كثير بالمي. راح أخلي عصير طماطم أو معجون طماطم. طبعا أنا خليت من مية اللحم اللي بقت عندي، وراح أضيف له كمان من مية اللحم، ما خليت يعني مي عادي، مية اللحم ظل عندي فأخليه بعد كمان. طبعا أنا ضفت مية اللحم اللي بقت عندي، راح أضيفها كاملة كلها. طبعا راح أضيف معجون دبس الفلفل، عفوا. طبعا هون خليت معلقتين دبس فلفلة من هذول المعلقتين، معلقة الشاي، معلقتين دبس فلفلة. وانت إذا تحبيها بعد أكثر فيها حدادية فيك تحطي أكثر، انت حسب ما تحبين. طبعا هنا حأضيف كمان بعد المعجون، كانت تحتاج يعني أنا أحب صراحة تكون مسبكة وهيك لونها أحمر حلو، طعمها أطيب تيجي.
انت حسب يعني شوفيها الى ان تتركيها الى ان تتسبك. طبعا الملح راح نضيفه كمان، هذا الملح نتركها الى ان تتسبك او يدخن القوام. طبعا ما تخلين الغطاء عليها. ليش؟ لان الباميه راح اذا خليتي الغطاء راح ينهرس كثير، واحنا ما نريد تنهرس كثير، خليها مكشوفه هيك. طبعا هذا الشكل النهائي للباميه مثل ما تشوفون، طبعا مع خبز البيض. شوفوا ما شاء الله، هذا انا عملته كمان. طبعا نقصقص الخبز بهذه الطريقه ونخلي. بسم الله، شوفوا ما شاء الله. بتشهي الريحة. نذوق بالله. بسم الله. بسم الله. طبعا اللحمة موجودة، سأطلع بعد شوي. الطعم مو طبيعي يعني، خرافي. إذا حبيتوا أكلاتي ووصفاتي يا ريت تدعموا قناة يد الخير، وأحب أشوف تعليقاتكم الجميلة، وأشوفكم دائما بخير وصحة وسلامة. سلام.